تعالي لما اقولك ازاي تعملي اكله في السريع جدا وتكون طعمها حلو وفيها كل العناصر اللي انت محتاجاها. انا هنا جبت صدوق. الصدوق ده حاجه اسمها صدوق بقالي، ده معروف عند الناس الاسكندرانيه. حمرته في شويه زيت، بعد كده حطيت عليه شرايح من البصل، دبلته شويه معاها، بعد كده حطيت فلفل وحطيت طماطم. هسيبهم وغطيهم لغايه ما الطماطم تنزل الميه بتاعتها. قلبتهم كلهم مع بعض كويس، بس هحط الاول فلفل اسود وملح وشطه. هحط واحده مرقه دجاج. هو عشان بيبقى اسمه صدق بقالي، هو بيبقى اوريدي فيه كميه توابل حلوه، فمش بنحتاج توابل كتير. الفلفل اسود وملح ومرقه الدجاج. ومرقه الدجاج دي انا بحطها عشان خاطر الحاجه اللي هحطها في نهايه الاكل، عشان المكرونه. بعد ما الميه بتاعه الطماطم نزلت ودبلت شويه كده وشفت المنظر بتاعها، هحط معلقتين صلصه واقلبهم، وهنزل عليهم بالمكرونه بتاعتي. مكرونه مسلوقه عاديه خالص، مفيهاش اي حاجه. ممكن لو انت حابه تسلقي المكرونه مع الاكله وهتديها طعم احلى برضو، انك هتزودي شويه ميه على الصدق وبعد كده تحطي فيها المكرونه وتغطيها، هتلاقي المكرونه اتسلقت معايا. حطيت عليها قطعه من جبنه الموتزاريلا وسبتها تسيح لمده 5 دقايق، وبعد كده غرفتها في الطبق. والف هنا وعافيه، بجد اكله طعمها جميل جدا وسريعه جدا، وفي طاسه واحده عملت الاكله بتاعتك كلها، والنتائج في النهايه بتكون حلوه قوي ومغذيه. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي وتقولوا رايكم فيها باذن الله. تعالي لما اقولك على فكره بسيطه قوي هتحللك مشكله العيش الفينو والعيش السوري لما تكوني بتعملي شاورما. عندك شاورما وعايزه تحشيها وفتحت الفريزر وما لقيتيش العيش الفينو ولا العيش السوري، هتعملي ايه؟ هنجيب العيش البلدي كده خالص اللي بنجيبه من الفرن العادي خالص دوت، وهنحط فيه الشاورما بتاعتنا، وعشان ندعم الطعم بتاعها هنحط عليها شويه كاتشب ومايونيز، ممكن مستردة لو انتي حابه، ولو عندك خيار مخلل بيدي طعم جميل جدا للشاورما. دي قطعة من الجبنة الموتزاريلا برضو بتدي طعم حلو قوي للشاورما، بالذات بعد ما بتسيح معاها كده. وهتلف الرغيف زي ما انت شايفه كده، ولا سحر ولا شعوذه، وبمنتهى السهوله بقى عندك سندوتش شاورما في العيش العادي خالص بتاع الفرن، من غير ما توجعي قلبك ومن غير ما تكلفي نفسك. ولو انت مزنوقه تقدري تتصرفي فيه سريعا جدا، وحشو سهل جدا على فكره يا جماعه ومش متعب. بالعكس، يمكن العيش السوري لو انت حشيتي فيه من كتر ما هو بيكون رقيق، الشاورما بتطلع من العجينه بتاعته. طبعا هو العيش السوري لا يعلى على الطعم بتاعه، بيبقى جميل جدا، بس دي حل للمشكله لو انت مزنوقه وعايزه تتصرفي وتعملي سندوتشات سريعه وتقدميها كمان لاي حد، على فكره بيبقى شكلها حلو. طبعا انا خدت الطبق زي ما هو كده حطيته في الميكرويف، طلع لي جبنه سايحه جميله جدا وسندوتشات طعمها في منتهى الجميل. كمان بقى لو انت حابه تعمليها احلى من كده، هتحطي معلقه سمنه بلدي في الطاسه او في الجريل بتاعتك، وتحطي فيها السندوتشات دي، وتحطي عليها اي ثقل من فوق كده، براد تقيل ولا حاجه، هيطلع لك سندوتشات مدلعه متحمصه من بره، والعيش هيبقى طعمه في منتهى الجميل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم.